شفت جليتش درجة الفخر؟ هخليك في خلال جيم واحد تطلع 5 درجات و5 نقط في درجة الفخر بكل سهولة، بطريقة سهلة جدا. بس ما تنسوش اللايك يا جدعان والاشتراك وتفعيل زر الجرس. عايزين نوصل 50,000 في أقرب وقت. كل عليك هتخش زئب وحيد، وأنا مش الفيديو ده مش هقطع منه ثانية واحدة عشان محدش يقول فوتوشوب، وعشان المصداقية. ونستنى لغاية لما الجيم يبدأ يا جدعان. وهو دخلنا الجيم وهتبدأ الجولة الأولى عادي جدا جدا. انتظر معاكم لغاية لما الجولة تبدأ ونعمل الجليتش سوا وناخدها مع بعض. اهو اشتري سلاح كده بربر عشان يقدر يجيبك بكل سهولة. وإيش مش هتفرق الأسلحة يا جدعان في الخدعة. وننتظر لغاية لما الجولة تبدأ، وتستنى لغاية لما تروح بقى اللي ضدك ده ونشوف هيعمل معانا ايه. يلا يا جدع تعال، ده طلعت واحدة يا جدعان، الله عليك. أيوة يا واد، يا جامدة لا جامدة. شوف 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 حطت التلجة، برافو عليك برافو. يلا والنبي عايزين نخلص، اعمل جليتش يلا. موتين، موتي الراجل يلا. مش لازم هداية يعني، مش لازم حرفانة في 200 أمك، انت مش يوتيوبر. يا ديني يا جدعان، يلا يلا يا بنتي، يا بنتي يلا موتيني، عايزين نعمل الجليتش. ايوه برافو عليك يلا. ما جاتش ما ظبطتش. هتظبط اهي اهي اهي، الله عليك. كل عليك يا صاحبي. اول ما تموت تطلع على طول من الجيم وتروح تشوف درجة الفخر، هتلاقيها زادت ان شاء الله. وزي ما انت شايف اهو، زادت نقطة في خلال ثانية واحدة او دقيقة واحدة يا جدعان. زدنا نقطة، يعني لو عملتها كل جيم هتزيد عشان تفك الحظ وتلعب كلاش سكواد مصنف. والطريقة سهلة جدا جدا. كل عليك ان انت هتموت نفسك في اول جولة. قبل ما تنتقل للجولة التانية، اطلع على طول واطلع من الجيم على طول، هتلاقي نفسك زدت نقطة بكل سهولة. بس كده يا جدعان، يكون جليتش بسيط ولكن مهم جدا، لأن في ناس كتير بتعاني من درجة الفخر، هي بتهبط وفي الزيادة بتطول. ولكن بعد الجليتش ده هتلاقيها اتعاملت معاك بكل سهولة. وبس كده يا جدعان، سلام.